بما ان رمضان قرب حبيت اعمل حاجة بسيطة وجميلة تنفع لينا او هدية لحد غالي. كفر مصحف كروشيه سهل وجميل. في الفيديو هوريكم الخطوات من البداية للنهاية عشان اي حد حتى لو مبتدئ يقدر يعمله. فيلا بينا نشوف الخطوات. انا هنا هستخدم لونين من الخيوط. استخدمت خيط صوف عادي، انت ممكن تستخدمي قطن اللي تحبيه، وهستخدم في الاول ابرة 3.5 وبعد كده هبدل بابرة 3 لحد الاخر عشان ما يمطش معايا الكفر. هبتدي اخد مقاسات المصحف بالطول كده. هنا قسته لقيته عامل 20 سنتي، وبعدين هقيس الدوران بتاعه من الاول لحد من ورا كده لقيته 31 سنتي، وهقيس العرض. فاذا هضيف ال 14 سنتي على ال 31 سنتي هيطلع 45 سنتي. فانا هعمل سلسلة بالطول ده. هبتدي اعمل عقدة البداية وبعدين هقعد اعمل سلسلة وارتفع عدد من السلاسل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه اللي هو 45 سنتي. عملت تقريبا 78 سلسلة وقست بالطول لقيتها 45 فعلا، وهرتفع سلسلة وبعدين هشتغل في الغرزة التانية. اشتغل غرزة حشو، بدخل في الإبرة وبطلع من الحلقتين المتبقين. الغرزة التانية هشتغل عمود بلف، بطلع من الحلقتين الموجودين على الإبرة وبعدين آخر حلقتين. الغرزة اللي بعدها حشو، والغرزة اللي بعدها هتبقى عمود. فإذا السطر كله هيبقى كده حشو وبعدين الغرزة اللي بعدها عمود، حشو وعمود لحد ما اوصل لاخر السطر وهوريكم هنعمل ايه. خلصت السطر وهبتدي ارتفع سلسلة واحدة وبعدين هقلب الشغل للناحية التانية. شغلي كله هيبقى من تحت الحلقتين. اول غرزة هعمل حشو وبعدين هعمل عمود في الغرزة اللي بعدها. نفس الكلام اللي عملناه في السطر الاول، حشو وبعدين عمود. بعد ما خلصنا العمود هندخل في الحلقة اللي جنبها، الغرزة اللي جنبها يعني، وهنعمل حشو وبعدين عمود، وبنكمل كده لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. انا هنا هعمل باللون ده فهطلع 10 سنتي، وبعدين لما هغير لون هعمل كمان 10 سنتي، يعني في الاخر عايزة الطول يبقى 20 سنتي. خلصت هنا اللون البتنجاني عملته لقيته 10 سنتي. عايزة بقى اغير اللون، هجيب اللون الفاتح او اللافندر. لما اوصل للغرزة الاخيرة مش هقفلها، هدخل. لازم طبعا الغرزة الاخيرة تبقى اخرها عمود والاولانية بتبقى حشو. فهنا بطلع من الحلقتين ومش بكمل الحلقتين التانيين عشان دول اللي هغير فيهم اللون. بدخل باللون الفاتح كده واروح سحبة الخيط. دي طريقة تغيير اللون. بسحب كويس الطرفين الخيط دول، هعملهم عقدة في الاخر، هقصه قصدي، وبعدين هعمل سلسلة وهشتغل عادي زي ما احنا شغالين حشو، والغرزة اللي بعدها عمود، ارتفع سلسلة وبطلع بالاسطر لحد ما اوصل لطول 20، لا يا ربي، لحد ما اوصل 10 سنتي كمان عشان الطول النهائي يبقى 20 سنتي. خلصت وبعدين عملت سلسلة وقطعت الخيط لما وصلت للطول اللي انا عايزاه، وقفلت الجناب. طبعا نسيت اصور لكم المرحله دي، بس انا قبل كده عملت فيديو نفس الشكل بالظبط وطريقه التقفيل هحطه لكم فوق عشان تعرفوا ازاي انا قفلت الجناب. هنبدا بقى بجزء التزيين. هنعمل ورده، الورده دي هتبقى في الفاصل وكمان في النص. هعمل دايره سحريه كده باللون الابيض، اعمل سلسله جوه الدايرة. هشتغل 10 غرز حشو. بدخل كده من جوه الإبرة وبعدين بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين الموجودين على الإبرة. هكرر كده 9 مرات لحد ما أوصل للآخر. وبعد ما بخلص بشد الخيط كويس. وفي أول غرزة عملنا فيها حشو هندخل بيها بمنزلق. بندخل كده من تحت الحلقتين، وبدل ما بنسحب الخيط الأبيض هنروح سحبين اللون اللي احنا عايزين نعمل بيه الوردة. بقص الخيط وبروح سحبة كده الخيط بالراحة وبروح مطلعاه وبعدين بدخله في الحلقة، وببتدي اعمل سلسلة عشان اثبت الشغل. بعدين هعمل سلسلتين كمان، يعني 3 سلسلة. في الغرزة اللي بعدها بدخل بيه عمود بلفتين. بطلع كده من الحلقتين الموجودين وبعدين الحلقتين اللي في النص واخر حلقتين. كمان هعمل عمود بلفتين وادخل في نفس المكان، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين دول وبعدين اللي في النص واخر حلقتين، وهروح عاملة اخر عمود بلفتين في نفس المكان. يعني في التوتال احنا عملنا 3 عمود بلفتين في نفس المكان. بعدين هرتفع 3 سلاسل، وفي الغرزة اللي بعدها هدخل بمنزلقة. كده احنا خلصنا اول بتل.
هنروح عايزين نفس الخطوات تاني لحد ما نعمل 4 بتلات كمان. هنعمل 3 سلاسل، وفي الغرزة اللي بعدها هندخل ب3 عمود بلفة ونرتفع 3 سلاسل، والغرزة اللي بعدها منزلقة. بكرر كده 4 مرات كمان عشان يبقى في التوتال 5 بتلات. بعد ما وصلت للاخر هعمل سلسلة وبعدين هقطع الخيط. لو انتي هتخيطيها سيبي خيط طويل، لو هتلزقيها بالجلو مش لازم، انا هلزقها بالجلو عشان كده ما سبتش خيط طويل. هنعمل بعد كده ورق الشجر. عملت عقدة البداية وبعدين هرتفع كذا سلسلة، هرتفع في التوتال 6 سلاسل. هدخل في تاني سلسلة بغرزة منزلقة، بسحب الخيط كده وبعدين بطلع من الحلقة. الغرزة اللي بعدها هتكون حشو، والغرزة اللي بعدها هتكون نص عمود، بيبقى معايا 3 حلقات بطلع منهم كلهم، وبعدين الغرزة اللي وراها هتبقى عمود بلفة. اخر غرزة هنعمل فيها 4 عمود بلفة. بدخل كده بالإبرة وبسحب وبطلع من اول حلقتين وبعدين من اخر حلقتين، دي غرزة العمود بلفة. هشتغل من الناحية اللي تحت وهكرر تاني نفس الخطوات فوق كل غرزة. نفس الغرزة دي هشتغل فيها 3 عمود بلفة في نفس المكان. ده كده اول عمود وبعدين تاني عمود وبعدين في الاخر هيبقى معانا تالت عمود. الغرزة اللي بعدها هعمل عمود واحد، وطبعا منساش الخيط اللي ورا ده بداريه معايا في الشغل. بعدين الغرزة اللي بعدها هعمل نص عمود. الغرزة اللي بعد كده هتبقى حشو، والاخيرة هتبقى منزلقة. بعد كده هعمل سلسلة وهقطع الخيط واحاول اداريه. هعمل كمان ورقة شجر بنفس الطريقة دي وهحاول الزقهم في الوردة او اخيطهم مع بعض. بعد كده هعمل فاصل بتاع الكفر، بدخل في نصه كده في الحلقات الموجودة دي بالإبرة وانا ملبساه المصحف، وعملت عقدة بداية هنا وهروح قافلة بيها الإبرة وداخلة من تحت الحلقتين دول، وهبدأ اشتغل عدد سلاسل. اشتغلت 40 سلسلة، وطبعا هشيل المصحف عشان اعرف اشتغل براحتي على الفاصل. هجيب الوردة اللي انا عملتها وبعدين هحطها كده في النص الوردة كده، وبعدين هروح سحبة الخيط وطلعة منها واعمل غرزة حشو، وهرتفع سلسلة واشتغل من الناحية التانية بقى غرز حشو لحد ما اوصل للاخر في كل السلاسل اللي انا عملتها، يعني يعتبر رايح جاي. بعد ما خلصت في الغرزة اللي جنبها على طول بقفل بمنزلقة، وبعدين هعمل سلسلة وهقطع الخيط. دي بقى خطوة اختيارية، عادي ممكن ما تعملهاش وتكتفوا انكم انتوا تلزقوا الورد وخلاص. عملت عقدة بداية كده وبعدين هدخلها من تحت واسحب الابرة كده، احاول اظبط الخيط على الابرة وهسحب. دي طريقة كتابة الحرف. انا هعمل الحرف اس، بدخل في كل الغرز اللي فيها فراغات دي كده وبسحب الخيط. بحاول ان انا يعني اعمل حرف الاس كده كأنكم بتكتبوا عادي بس بتعملوا بغرز منزلقة، تسحبوا الخيط وبتطلعوه من الحلقة زي تشتغلوا بشكل انحنائي لما يكون في انحناء لحرف الاس كده. يعني طريقته سهلة خالص اهو بالطريقة دي كده وتوصلوا للاخر. لو حسيتي ان الطريقة دي صعبة ممكن تعملي سلاسل عادي جدا وتحاولي انك انتي تعمليها بحرف الاس وتلزقيها بالجلو او تخيطيها، هي نفس النتيجة.
وبكده نكون خلصنا الكفر. اتمنى يكون عجبكم وسهل عليكم التنفيذ، ولو جربتوا تعملوه قولولي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنة وانتوا طيبين، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.